مساء الخير جميعا وتقبل الله طاعتكم. الكل شاف وعرف انه بسبب التوترات السياسيه اللي صارت في المنطقه في الايام هذه والاحداث المصاحبه لهذه التوترات من ضرب مطارات وغيرها من هذه الامور، بعيد الشر عنا جميعا. الغت رحلات ومطارات سكرت، وانا واحد من الناس اللي الغت رحلتي من المدينه المنوره الى الكويت. المفروض انها تكون اليوم الصبح، ولكن الغت الرحله. تواصل معانا الطيران المدني وقالوا لنا ان رحلتكم مبدئيا راح تكون يوم الثلاث، لكن اتوقع هي ابعد الامور لا زالت متوتره. فبلغونا ان مبدئيا العوده راح تصير يوم الثلاث. وخلال هذه الفتره صارت توجيهات ساميه من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامير محمد بن سلمان انه اهتموا في الكويتيين والخليجيين اللي تعطلت امورهم و فحصل التواصل مع وزاره الداخليه السعوديه. والله مو مبالغه، خلال ربع ساعه انا الحين طلعت من فندقي القديم، وخلال ربع ساعه الو روح الفندق الفلاني، روح. طبعا كنت متواصل مع الشخص الرائد احمد الدخيل، اسمه احمد الدخيل. الو، هو تواصل معي، دق علي، روح للفندق الفلاني، قول اسمي وقول اسمك ويلا روح. اقامه مفتوحه مع بوفيه الافطار مفتوح، مع بوفيه السحور مفتوح، الى ان تنحل امورك. شكرا. فانا الحين بقول شكرا وزاره الداخليه على سرعه الاستجابه، على سرعه حل الامور، على سرعه التفاعل مع الموضوع. شكرا احمد الدخيل، الرائد احمد الدخيل، على انهاء الاجراءات بهذه السرعه. شكرا لكم. والله يعني من هذا الموقف انت تسمع قبل ان خليجنا واحد، انت حياك في بلدك الثاني. مثل هذه المواقف تستشعر يعني شنو معنى خليجنا واحد، وشنو معنى حياك انت ببلدك الثاني، انت بين اهلك واخوانك. هذه المواقف خليك تستشعر هذا الشيء. فشكرا من الاعماق، انا فعلا بين اهلي واخواني وفي بلدي. شكرا.